بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهارده حل اسئله الدرس الثاني باذن الله العلوم المتكامله، عشان الفيديو فصل المره اللي فاتت. السؤال 20: الشكل المقابل يوضح اناء يحتوي على كميه كتلتها ام من سائل اكس كثافته النسبيه 2، اذا اضيف الى الاناء كميه كتلتها ام من سائل واي كثافته النسبيه 1. اول حاجه هنلاحظها هنا ان الكتله هنا وهنا زي بعض، الكتله متساويه. ماشي. هو هنا بقى بيقول لك ان السائل اكس كثافته النسبيه ب2 والسائل واي كثافته النسبيه لواحد. ماشي. لما حطينا السائل واي على السائل اكس، السائل واي لم يمتزج مع السائل اكس، ما دام ما امتزجش معاه يبقى كثافته اقل من كثافه السائل ده. ماشي. طب لو جينا نعمل نسبه وتناسب يا اولاد بين الكثافتين، الرو اكس اللي هي كثافه السائل اكس على كثافه السائل واي، المفروض ده باتنين وده بايه بواحد. ماشي. وطبعا العلاقه بين الحجم، هو عايز الحجم. ماشي. احنا عشان نعرف مستوى سطح السائل ده هيستقر فين لازم نجيب حجم السائل ايه واي عشان نعرف هيستقر فين. الحجم بيتناسب عكسيا مع الكثافه. يعني ايه؟ يعني لو انا جيت اعمل علاقه بين كثافه السائل الاول والسائل التاني اعكس الحجم. ماشي. لان العلاقه بين الكثافه وبين الحجم علاقه عكسيه، كل ما زاد الحجم قلت الكثافه، وكل ما قل الحجم زاد الكثافه. يعني المفروض هنا هيبقى ما ينفعش اقول الرو اكس في 1 على في 2، لا اقول في 2 على في 1 لان العلاقه هنا علاقه ايه عكسيه. طبعا الفي 2 بواحد. ماشي يا اولاد. والفي 1 بكام باتنين. لو جينا نعمل مقص لو جينا نعمل مقص هنلاقي ان الرو واي هيساوي الفي 2 اللي هو بكام باتنين. ده معناه ان كثافة السائل واي ضعف كثافة السائل ايه يا ولاد، قصدي حجم السائل واي ضعف حجم السائل ايه اكس. طبعا السائل هنا اكس اللي واقف عند الاتش ده اللي هو كثافته النسبية باتنين، وحجمه يعتبر هنا بواحد. ماشي. طب التاني بقى كثافته بواحد يبقى حجمه باتنين، حجمه باتنين يعني ضعف الحجم بتاع ده اهو مرتين، يعني هيبقى اتش كمان واحدة واتش كمان واحدة، يعني هيستقر عند ايه النقطة سي، عند المستوى سي. تصل كثافة الماء النقي لأقصى قيمة لها عند، احنا عارفين اللي هي 4 درجة ايه مئوية. ماشي. اللي هي 1 جرام على السنتيمتر مكعب. طيب كثافة الماء النقي بالوحدة الدولية، ماشي، المفروض هي 1 جرام على السنتيمتر مكعب. عشان نحولها للوحدة الدولية نضرب في 1000، لأن الوحدة الدولية هي كيلو جرام على المتر مكعب. 1 في 1000 ب1000 كيلو جرام على المتر مكعب. أي الأشكال البيانية التالية يمثل تغير كثافة الماء النقي مع درجة الحرارة؟ المفروض كل ما درجة الحرارة بتزيد، ماشي، الكثافة يا أولاد المفروض إن الحجم بارتفاع درجة الحرارة المفروض ان الحجم بيزيد، لان المواد بتتمدد بالحراره وبتنكمش للبروده. ماشي. بس الميه بقى هي نفس بتبقى زيها زي بقيه المواد لحد ما تصل ل4 درجه مئويه. اول ما تصل ل4 درجه مئويه المفروض ان الحجم يقل، لا هي عندها الحجم ايه بيزيد، وعشان كده الكثافه بتقل. ماشي. فهنا المفروض الكثافه في الاول كانت كبيره، وبعد كده عند 4 درجه مئويه الكثافه بدات تقل. طبعا هنا لا، دي غلط. ماشي. هي دي الرسمه اللي في الكتاب، اللي هي بزياده الكثافه تقل بزياده درجه الحراره. ماشي. كل ما تقل عن 4 درجة مئوية الكثافة بتقل. الإجابة دي. ما الذي يحدث لجزيئات الماء النقي عندما تنخفض درجة حرارته من 4 ل0؟ كل ما درجة الحرارة بتقل المفروض يا ولاد إن السوائل بتتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، إلا المية بقى. لما تقل درجة حرارتها عن 4 درجة مئوية الحجم بتاعها بيزداد، ومادام الحجم بتاعها بيزداد ده معناه ان الجزيئات بتبعد عن بعض والمسافات البينية بتزيد، وبسبب زيادة الحجم بتقل الكثافة. ماشي. يعني هنا تبتعد عن بعضها. وضعت كمية من الماء النقي درجة حرارتها 3 درجة مئوية أقل من 4 درجة أقل في مجمد الثلاجة، ماذا يحدث لكتلة الماء؟ الكتلة ثابتة، يعني كتلة المية قبل ما تسقع زي بعد ما تسقع. المشكلة بقى في حجمه. ماشي. لما تقل درجة الحرارة عن 4 درجة مئوية، ماشي، الحجم بتاعها بيزيد. طبعا الكتلة لا تتغير في معانا ألف وباء. الحجم هيزداد لأن احنا قايلين لما تقل درجة الحرارة عن 4 درجة مئوية، وهنا أعطيك هنا 3 يبقى هتزداد، يبقى الإجابة باء. الشكل البياني المقابل يمثل تغير كثافة الماء النقي رو مع درجة الحرارة تي، فإن نسبة حجم 1 جرام من الماء عند تي 1 إلى حجم 1 جرام من الماء عند تي 2 تكون قد إيه؟ احنا عارفين يا ولاد الكثافة بتساوي الكتلة على الإيه؟ على الحجم. هو هنا بيقولك الحجم هنا ثابت، يعني الحجم هنا 1 والحجم هنا 1. ماشي. طيب هو بيقولك لا سوري، ده 1 جرام. هو بيقولك في إن نسبة حجم 1 جرام، هو عطيك هنا الكتلة هي اللي ثابتة، وهنا الكتلة برضو هي اللي إيه؟ اللي ثابتة.
يعني لو جبنا الكثافة الكتلة هنا وهنا هنلاقيها بواحد، ماشي. ودايما عند 4 درجة مئوية الكثافة برضو بتساوي واحد، ماشي. فبما ان دي الكثافة بتساوي كتلة على الحجم، والكتلة بواحد والكثافة بواحد، يبقى الحجم هو كمان هيطلع بواحد، ماشي، يعني مساوي للواحد. طب بيقولك هنا الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الكثافة رول الماء النقي ودرجة الحرارة T. في أي المنطقتين A و B على الشكل تمثل شذوذ الماء عن باقي السوائل عند تبريده. هي المفروض إن المية بتشذ عن بقية السوائل إن لما تقل درجة حرارتها الحجم بتاعها بيزداد والكثافة بتاعتها بتقل، ماشي. ده لما تقل عن 4 درجة مئوية، ماشي يا ولاد. طيب عند انهي منطقة بقى؟ طبعا هنا عند ايه هنا بتزيد اهي بتزيد، ماشي. هو جايب لك هنا درجة الحرارة، بارتفاع درجة الحرارة الكثافة بتزيد لحد ما تصل ل4 درجة مئوية. هنا بدأ الشذوذ عند المنطقة قبل ما يروح للمنطقة B. يعني هنا اهو في المنطقة لأن الماء بيتمدد خلالها، وده لأن من انخفاض درجة الحرارة بيتمدد، معناها إن الحجم بيزداد، ومادام الحجم بيزداد يبقى الكثافة بتقل. الشكل البياني واحد يمثل العلاقة بين الكثافة للماء النقي ودرجة حرارته T على تدريج سيليزيوس. والشكل البياني 2 يمثل نفس العلاقة بس للجليد. حتى من غير الشكل احنا ممكن نحل السؤال عادي. بدراسة الشكلين فإن كثافة الجليد عند 0 درجة مئوية أو سيليزية دايما كثافة الجليد أقل من كثافة المية يا ولاد. احنا عارفين المية لما بتتجمد كثافتها بتقل، عشان كده التلج بيطفو فوق سطح الماء. وقال لك تساوي كثافة الماء السائل، طبعا غلط. أكبر من كثافة الماء السائل، طبعا غلط. أقل من كثافة الماء السائل عند 0، دي اللي صح، لا يمكن تحديد الإجابة لا. كمية من الماء النقي حجمها 20 سنتيمتر مكعب عند درجة حرارة 4. احنا عارفين عند درجة حرارة 4 الكثافة بتبقى 1 جرام على السنتيمتر مكعب. فبيقولك فما كتلتها. المفروض الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، ماشي. هو عطينا الحجم هنا بكام؟ ب20، والكتلة هو عايزها، والكثافة احنا عارفين اللي هي ب1، يبقى الكتلة هتساوي الكثافة في الحجم. هنعمل مقص، 1 في 20 ب20 يا ولاد؟ ب20 جرام. إذا كان حجم 1 كيلو جرام من الماء النقي عند درجة حرارة 4 سيليزية هو V1، وحجم 1 كيلو جرام من الماء النقي عند درجة حرارة 2 هو V2، ماشي. طبعا هنا يا ولاد جايب لك هنا الكتلة ثابتة، هنا 1 كيلو جرام وهنا 1 كيلو جرام، بس الاختلاف هنا عندنا في درجة الحرارة، ماشي. طبعا هنا مادام درجة الحرارة قلت عن 4 درجة مئوية يبقى الحجم بتاع المية هيحصل له يا ولاد؟ هيزداد، ماشي. يبقى عند 1 الحجم أقل. وبيقولك هنا فإن النسبة V1 على V2، طبعا V1 أقل من V2 يبقى النسبة هتبقى أقل من الواحد. كمية من الماء النقي كتلتها 100 جرام، فإن حجمها عند 4 درجة مئوية، طبعا الكثافة ب1 جرام على السنتيمتر مكعب عند 4 درجة مئوية. طيب عايز الحجم يا ولاد، الكثافة هتساوي الكتلة على الحجم. الكثافة ب1 والكتلة 100 جرام، ماشي. وعايزين الحجم، يبقى الحجم هنا هيساوي 100 على الواحد اللي هي 100 سنتيمتر مكعب. طب 20 درجة سيلوزية، طبعا كل ما بنرفع درجة الحرارة الحجم زي بقية السوائل بيزداد، ماشي. الحجم يا ولاد بيزداد، يعني أكبر من المية، لأن المية طول ما هي بعيد عن 4 درجة مئوية فهي زي بقية السوائل بتتمدد بالحرارة وبتنكمش بالبرودة، ماشي. 20 درجة يعني حرارة عالية، وده معناه إن هنا في تمدد في يا ولاد؟ في الحجم، في تمدد في الحجم. طب عند أي درجة حرارة يكون للمتر المكعب من الماء النقي أكبر كتلة، ماشي. احنا عارفين ان العلاقة بين الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. العلاقة بين الكثافة وبين الكتلة علاقة طردية، يعني كل ما الكثافة زادت الكتلة زادت، ماشي. والعلاقة بين الكتلة والحجم علاقة عكسية، ماشي يا ولاد. طيب المفروض أكبر كتلة عند يا ولاد؟ عند يعتبر أقل حجم، ماشي. طب هنا بيقولك عند 4 درجة ولا 10 درجة ولا 25 درجة ولا 80 درجة؟ المفروض يا ولاد أكبر كتلة لما الجسم يكون الحجم بتاعه قليل، وده بيوصل له المية عند درجة حرارة 4 درجة سيليزية. طب للكيلو جرام الواحد من الماء النقي أكبر حجم كل ما بنعلى درجة الحرارة أكتر من 4 درجة مئوية الحجم بيزداد، ماشي. لأن السوائل عادة بتتمدد بالحرارة وبتنكمش بالبرودة، ماشي. ما ينفعش ناخد 4، 10 ينفع و25 ينفع و80 ينفع، بس أكبر واحد أو أكبر حجم هو عند أعلى درجة حرارة اللي هي 80 درجة سيلوزية. كمية من ماء نقي حجمها 1 متر مكعب عند درجة حرارة 4
تم تبريدها حتى تجمدت، فإن مقدار الزيادة في حجم هذه الكمية عند تحولها إلى ثلج كثافته 917 كيلو جرام على المتر مكعب. خلي بالكم بقى من وحدات القياس. هنا الحجم عندنا بالواحد متر مكعب عند درجة الحرارة 4. احنا عارفين ان عند درجة حرارة 4 الكثافة بتساوي 1 جرام على السنتيمتر مكعب. ماشي. وانا عندي هنا الحجم بالايه يا ولاد؟ بالمتر مكعب، وعندي الكثافة هنا بالايه؟ بالجرام على السنتيمتر ايه مكعب. ماشي. هو جايب لنا هنا بقى بيقول لك فإن مقدار الزيادة في حجم هذه الكمية عند تحولها إلى ثلج كثافته 917 كيلو جرام على المتر مكعب. ماشي. هتتحل ازاي بقى؟ المفروض ان الكثافة بتساوي 1 جرام على السنتيمتر مكعب. ماشي. ده عند 4 درجة مئوية. لازم نحول الكثافة من جرام على السنتيمتر مكعب لكيلو جرام على المتر مكعب. نعمل ايه؟ نضرب في 1000. نضرب في ايه؟ في 1000. طبعا الكثافة بواحد، نضرب 1 في 1000 يبقى الكثافة عندنا ب1000. ماشي. والكتلة محناش عارفينها، والحجم هو عطوهولنا يا ولاد 1 متر مكعب. ماشي. نضرب كده عشان نجيب الكتلة. الكتلة هتطلع 1000 كيلو ايه؟ كيلو جرام. طيب بيقولك بعد كده انا عايز بقى التغير في مقدار الزيادة في الحجم عند تحولها إلى ثلج كثافته 917. عندي الكثافة بقى كأنها مسألتين في بعض. الكثافة التانية ب 917، وأنا جبت الكتلة من المسألة الأولانية بإيه يا ولاد؟ يعتبر ب1000. ماشي. فعايز أعرف الحجم. احسبوها كده على الآلة الحاسبة يا ولاد، هيطلع لكم تقريبا الحجم المفروض ب قد إيه؟ احسبوها كده يا ولاد، هتطلع لكم تقريبا 1.9%. ماشي. الحجم في المرة التانية هيطلع 1.9%. هو بيقولك هنا انا مش عايز الحجم التاني، انا عايز مقدار الزيادة. مقدار الزيادة يعني عايز ايه؟ يعني عايز الفرق بين الحجم الاول والحجم التاني. الحجم الاول بواحد والحجم التاني ب1.9%. عشان اجيب مقدار الزيادة اطرح 1.9% ناقص 1 يديني 9% متر مكعب. الشكل المقابل يمثل إناء به ماء نقي عند 4 درجة مئوية. ماذا يحدث لكثافة الماء بالإناء عند إضافة كمية مماثلة من الماء النقي عند 4 درجة مئوية للإناء؟ ماشي. أنا ضفت كمية مماثلة للماء النقي، ما حطيتش لا مية ساقعة ولا مية سخنة، نفس المية وعندي نفس درجة الحرارة، يبقى الكثافة يا ولاد مش هيحصل لها حاجة، لا تتغير. طب إضافة كمية مماثلة من الماء النقي عند 10 درجة مئوية للإناء. طبعا يا أولاد كل ما رفعت درجة الحرارة، ماشي، فما ارفع درجة الحرارة الحجم هيزداد، ولو الحجم ازداد الكثافة ايه؟ الكثافة هتقل. ماشي. فما اضيف كمية مماثلة من الماء النقي عند 10 درجة مئوية الكثافة هنا يا أولاد هتقل. طب إذابة كمية من ملح الطعام. والله يا أولاد المية المالحة كثافتها أكبر من المية العذبة. ماشي. فلو حطينا كمية من ملح الطعام الكثافة هيحصل لها ايه؟ هتزداد، لأن المية المالحة كثافتها أكبر من المية العذبة. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الحجم V لكمية من الماء النقي كتلتها 20 ودرجة الحرارة T، فإن قيمة T0. طبعا هنا الرسمة دي هنا موجودة اللي هي تغير الحجم بتغير درجة الحرارة، وهنا يا أولاد أقل حجم خالص. ماشي. أقل حجم دايما عند 4 درجة مئوية. يعني بيقولك قيمة T0، الT0 اللي عندها أقل حجم دي 4 درجة مئوية. طب قيمة الV0، الV0 اللي هو الحجم يا أولاد، المفروض إن الكثافة، ماشي، الكثافة عند 4 درجة مئوية بتساوي 1 جرام على السنتيمتر مكعب. ماشي. هو جايب لي هنا الكتلة في المسألة ب20 جرام. أنا عايز الحجم بقى، أقول له الكثافة هتساوي الكتلة على الحجم. ماشي. الكثافة ب1 والكتلة ب20، يبقى الحجم 1 في 20 ب20 سنتيمتر مكعب. إناءان متماثلان 1 و2 بهما كميتان متساويتان من الماء. أدي الإناء 1 وأدي الإناء 2 فيهم مية قد بعض عند درجتي حرارة T1 و T2. ده درجة حرارته T1 وده درجة حرارته T2. ارتفعت درجة حرارة الإناءين درجة سليزية واحدة، يعني ده رفعناه درجة حرارة درجة واحدة وده رفعناه ولاد درجة واحدة، فزادت كثافة الماء في الإناء واحد، ده زادت كثافته. ماشي. احنا كنا اخدين في منحنى الكثافة ان الكثافة بتزيد بقى امتى؟ عند 4 درجة مئوية. ماشي. قبل 4 درجة مئوية الكثافة بتزيد، وبعد 4 درجة مئوية الكثافة بتقل. ماشي. مادام الكثافة هنا زادت يبقى درجة الحرارة كانت من 0 لحد 4. ماشي. بينما قلت الكثافة في الإناء 2، يبقى هنا يا ولاد درجة الحرارة المفروض أعلى من 4. ماشي. طيب تعالى كده نشوف الإجابات. المفروض إن هنا يا ولاد T1 اللي هي زادت كثافة الماء في الإناء واحد،
يبقى درجة الحرارة يا ولاد هنا ازيد، المفروض اقل من 4. ماشي، ده اقل ماشي، ده اكتر من 4 لا، ده 4 اصلا ما ينفعش، ودي 6 ما ينفعش. ماشي، طب والتانية بقى، هو بيقول لك هنا قلت كثافة الماء يبقى قلت درجة الحرارة عن 4. ماشي، او لا سوري، تي 1 وتي 2 ده العكس، يبقى هنا زادت درجة الحرارة. طبعا هنا قلت عن 4 ما ينفعش، هنا زادت، يبقى دي الإجابة. طب بيقول لك الشكل المقابل يوضح بعد جزيئات الماء، فإن الروابط المسببة للسلوك الشاذ لكثافة الماء، المفروض احنا قايلين اللي هي الروابط الهيدروجينية، والروابط الهيدروجينية دي بتبقى بين جزيئات المية وبعض، ادي جزيء مية وادي الجزيء التاني وادي الجزيء التالت، الروابط ما بينهم دي اللي هي الروابط الهيدروجينية، هي دي المسؤولة عن شذوذ خواص المية اللي هي رقم 2 و4. يمكن التمييز بين عينتين من ماء نقي وماء به ملوثات عن طريق قياس الكثافة، كثافة كل منهم. ماشي، الكثافة هي اللي بتحدد لنا هل المية نقية ولا المية فيها ملوثات، لأن كثافة المية النقية المفروض 1 جرام على السنتيمتر مكعب. ماشي، عند 4 درجات. طب لو لقيناها أكتر أو أقل يبقى فيها ملوثات. طب كأسان A و B يحتوي كل منهما على كمية من محلول ملحي عند نفس درجة الحرارة، الاتنين عند نفس درجة الحرارة، وضع مكعب متجمد من الماء العذب الملون في كل منهما. تم ملاحظة الكأسين خلال فترة قصيرة أثناء انصهار كل مكعب، فكان كما بالشكل المقابل. طبعا ده طفى لفوق. ماشي، لأن المية طبعا المكعب اللي احنا حطيناه مكعب عذب، والمية العذبة كثافتها أقل من المية المالحة، فعشان كده طفى لفوق. ماشي، إنما ده فيقول لك ما استنتاجك عن تركيز الملح في المحلولات. ماشي، المفروض كل ما زاد التركيز كل ما زادت الملوحة، كل ما زادت الملوحة، كل ما حطينا ملح اكتر كل ما الملوحة زادت، وده معناه ان تركيز المحلول اعلى، تركيز المحلول يا ولاد اعلى. ماشي، طيب كل ما زاد تركيز المحلول كل ما المية العذبة طفت فيه اكتر. طبعا المية العذبة طفت هنا اكتر من هنا، هنا التلج ساح بسرعة، يبقى المحلول ده اهو تركيزه اعلى من المحلول ده اهو، او ملوحته اعلى من المحلول ده اهو، اللي هو تركيز المحلول بالكأس بيه اعلى. طب ثلاث مخابير موضوع فيها ثلاث محاليل ملحية ABC لها نفس الحجم عند درجة حرارة الغرفة، ABC والتلاتة ليهم نفس الحجم ونفس درجة الحرارة، تركيزها 5 والتاني 35 والتالت 20. ماشي، طبعا ده أكتر واحد في التركيز بتاع الملح، يبقى ده أكتر واحد هتطفو عليه المية العذبة. بيقولك فإذا وضع في كل محلول مكعب متماثل من التلج المتجمد من ماء عذب، فإن الترتيب الصحيح للمحاليل من حيث زمن انصهار المكعب، لما المكعب يطلع لفوق بياخد وقت طويل عما ينصهر. ماشي، فالمفروض يا ولاد بيقولك هنا المفروض أقل واحد هيستغرق زمن في الانصهار هو 5، أعلى منه شوية 20، وأعلى خلص اللي هو 35، يعني B هي أعلى حاجة في الزمن. هو A أكبر من B أكبر من C؟ لأ غلط. ماشي، C أكبر من B أكبر من A برضو غلط، B أكبر من A أكبر من C غلط، الإجابة هتبقى B هي اللي أكبر من C وبعد كده C أكبر من A. طب البي أكبر أعلى حاجة ليه في الزمن؟ لأن الملوحة بتاعتها عالية، فالمية هتطفو فوق فترة طويلة وهتقعد وقت طويل لما تنصهر التلج. الشكل المقابل يوضح هيدرومتر موضوع في ماء نقي ومتزن، فإذا تم إضافة ملح للماء وإذابته، طبعا لو زودنا الملح الكثافة هتزيد. ماشي، والكثافة لما تزيد احنا قلنا الهيدرومتر فيه تدريجين، تدريج من أسفل وتدريج من أعلى، الأسفل والأعلى كثافة والأعلى هو الأقل كثافة، فلو الكثافة زادت فالهيدرومتر هيطفو، هيطلع منه حتة كبيرة عشان هو بيقيس الكثافة الكبيرة من تحت، يبقى هيطفو منه جزء أكبر. أي العوامل التالية لا يؤثر بشكل مباشر على التيارات المائية في المحيط؟ اختلاف درجة حرارة ملوح الماء طبعا بتأثر، لأن كل ما الملح زاد كل ما يا ولاد الكثافة هي كمان زادت. طيب اختلاف درجة حرارة الماء، طبعا درجة حرارة المية برضو بتأثر على التيارات المائية في المحيط. ماشي، اللي هي التيارات الساخنة بتهب ناحية التيارات الباردة. طب اختلاف ضغط المية بيأثر، إنما اختلاف أنواع الكائنات البحرية ما يأثرش على التيارات المائية. الشكل المقابل يوضح جبل جليدي ينصهر في أحد المحيطات، أي المواضع X و Y و Z المبينة بالشكل تكون كثافة الماء عنده أكبر، كل ما بننزل لتحت الكثافة بتزيد. ماشي، لأن ده متجمد، طبعا أقل حاجة تحت عندنا هي الموضع Z. أي من المواضع التالية تكون المياه عندها لها كثافة أعلى، وذلك عندما تكون جميعها عند درجة حرارة 4. ماشي، طبعا عند درجة حرارة 4 المفروض ان الكثافة 1 جرام على السنتيمتر مكعب،
طب الكثافة بتكون أعلى فين؟ طبعا في المية المالحة أكتر من المية العذبة، وفي قاع البحر أكتر من إيه يا ولاد؟ من سطح البحر. وبيقولك هنا الأعماق الساحقة في المحيط، طبعا المحيط مية مالحة، والأعماق الساحقة الكثافة فيها أعلى. سطح بحيرة عذبة، البحيرة العذبة الكثافة فيها بتاعة المية قليلة، ماشي. النهر برضو مية عذبة فكثافة قليلة. سطح البحر مية مالحة زي المحيط، بس هل السطح ولا العمق الساحق هو اللي بيبقى كثافة أعلى؟ الأعماق الساحقة. الشكل المقابل يمثل بحيرة مالحة مغلقة، طبعا بحيرة مالحة يعني فيها مياه وملح، يقل مستوى المياه في البحيرة مع مرور الوقت بسبب بخر الماء. طبعا كل ما المياه تتبخر مستوى الملح يزيد، وما الملح يزيد الكثافة هتزيد، فإن كثافة ماء البحيرة هيزداد، ماشي. طيب اكتب المصطلح العلمي: أي مادة قابلة للانسياب ولا تتخذ شكلا ثابتا، دي بنسميها ايه يا ولاد؟ الموائع. طب كتلة وحدة الحجم من المادة، ده تعريف الكثافة. طيب نسبة كثافة مادة معينة إلى كثافة الماء الناقع عند درجة الحرارة، دي سميناها الكثافة النسبية للمادة، ماشي. طب علل لا تتغير كثافة المادة السائلة النقية بتغير كتلة أو حجم العينة المأخوذة منها عند درجة حرارة معينة. هنقول يا أولاد لأن الكثافة صفة مميزة للمادة، ماشي، لا تتغير إلا بتغير حالة المادة. يعني ما دام عند درجة حرارة معينة فالكثافة ثابتة، انما لو حللت المادة من صلبة لسائلة او من سائلة لغازية الكثافة بتتغير.